سبت الشغل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بقول الحمد لله. عارفين لما تاخدوا قرار وتبقوا عارف ان القرار ده صح 100%؟ عارف لما تاخد القرار وتتنفس بعديها؟ انا كأني اول مرة اتنفس، انا كان في حاجة طابقة على نفسي. انا بقالي 3 ايام نايمة. انا سبت الشغل يوم الحد اللي فات، او خدت القرار يوم السبت بالظبط. السبت بالليل كنت واخدة قرار ان انا مش رايحة بكرة الشغل، انا مش قادرة اكمل. أم، خلاص خدت قرار سبت الشغل. كان ناس كتير قوي منكم بتسألني ليه بختفي وليه مفيش فيديوهات، ليه دايما مرهقة وتعبانة وبتكلم بسرعة عشان فيش وقت مضغوطة. الفترة اللي فاتت دي أنا كنت مضغوطة جدا يعني. المكان اللي أنا كنت فيه حقيقي مش شبهي. هو كان فترة أنا مش شبه المكان ولا اللي في المكان شبهي. آم، انا مش هقدر اشكك في فلوسهم انها فيها شبهه ولا حاجه، لا. يعني حاشا لله، لا انا مش هقدر اقول ده. ولكن هما مش شبهي في ان هما ما بيقدروش البني ادمين وما بيقدروش تعب البني ادمين. زعيق، معامله زي الزفت، دراما ملهاش اول من اخر، على طول في توتر وزعيق والفاظ انا مش قادره اقعد. انا ما بحبش الزعيق اصلا، يعني انا ما بحبش الصوت العالي، وطول الوقت في صوت عالي على التافهة والكبيرة والصغيرة مفيش داعي. انتوا هيجيلكوا المرض، والله العظيم 3. الناس اللي بتقعد تزعق كده وتجعك انتوا هيجيلكوا المرض والله العظيم. انتوا اصلا مرضى، يعني ربنا يعافينا يا رب ويشفيكوا ويعافيكوا، بس انتوا محتاجين تتعالجوا والله العظيم، محتاجين تتعالجوا. لحد كده قعدت مع نفسي شوية وقلت هي صحتي النفسية بكام؟ كرامتي بكام؟ انا مش هخبي عليكم، كنت قايله لكم في فيديو قبل كده انا الراتب بتاعي كان 7000 جنيه. هل الضغط النفسي اللي انا فيه والتقليل مني، مع اني اللي بتقل مني انا وهي في نفس السنه، مولودين في نفس السنه بالظبط، يعني انتي مش اكبر مني وانا مش عيله، هل كرامتي ب7000 ولا صحتي النفسيه ب7000؟ الضغط النفسي اللي انا فيه، فبالتالي برجع مش شايفه قدامي، وانا كمان ابتديت ازعق في الولاد وابتديت اتعصب. انا ما كنتش، يعني ما كنتش رايحه كده. انا ابتديت اتعصب وازعق. وحتى آه، اخر فتره كنت برد بطريقه عصبيه حتى على التليفون. متخيلين؟ من كتر الضغط النفسي اللي انا كنت فيه كنت برد على التليفون بعصبيه انا مضغوطه. مفيش اي رقم في الدنيا حتى لو 1,000,000 جنيه في الشهر يساوي ان الواحده تصحى كل يوم شايله هم المعامله اللي هتتعاملها في المكان اللي هي رايحاه، او انه يتقلل منها باي شكل كان. ما قدرتش. انا مش بقول لاي حد سيب شغلك لو انت مش حاسب حسبتك صح، خليك زي ما. بس بقول ان صحتك النفسيه وسلامك الداخلي خط احمر بكفيانه تقليل. وبقول لأي حد صاحب شركة أو مدير في شركة، اتقي الله في الناس اللي شغالة معاك، خصوصا لو الناس دي شايلاك بما يرضي الله ومقدمة آه، تعاونها الكبير وشايلاك بما يرضي الله واكتر. لما تلاقي حد بيقدرك وبيحترمك
وعامل شغله على اكمل وجه بما يرضي الله، قدره. مش هقولك قدره بفلوس، بس قدره باحترامك ليه وتقديرك ليه. مش كل واحد معاه فلوس اشترى البني ادمين، لا، خصوصا اصحاب الشركات او اصحاب البيزنس. انا كالعامل انا اللي بدخلك الفلوس، انا باخد راتب، لكن انا بدخلك فلوس بشغلي، ولما اكون عاملاه على اكمل وجه ما ينفعش ان انت تقلل مني. لما اكون شايلاك وشايله اكتر من شغل ومشيت ناس عشان انت معتمد عليا ان انا هشيل كل حاجه، يبقى ما ينفعش تقلل مني. لما تحس ان المكان بياكل من طاقتك وبياكل من روحك، يبقى لازم تحط نقطة ومن أول السطر، ما ينفعش تكمل. وأنا سبت الشغل وأنا مش حاطة إيدي مسنودة على حاجة تانية، أو إن أنا هشتغل في مكان تاني، أنا لسه ما شفت الشغل تاني. بس أنا عارفة إن ربنا سبحانه وتعالى لما بيقفل باب بيفتح باب أحسن منه، وأنا ربنا ما يرضليش الإهانة أو التقليل مني. فأنا عارفة إن في أماكن تانية هتتفتح لي وفي أبواب تانية هتتفتح لي، وربنا عمره ما نساني قبل كده عشان ينساني دلوقتي. ربنا دايما معايا، بس ان شاء الله يكون مكان يعني يراعي ربنا فيا. اللي جاي بقى احلى بكتير، فضيت لكم وقعدلكوا، فضيت لكم وقعدلكوا على الشاشه ليل ونهار. هنطبخ سوا وهنغسل سوا، هننشر غسيل سوا، هنعمل كل حاجه مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. طاقه جديده بتركيز 100% ان شاء الله. اركز شويه في قناتي وفي محتوايا. اللهم بارك، المحتوى بيكبر، قنوات بتكبر سواء على اليوتيوب او على التيك توك. الارقام ما شاء الله حلوه قوي، وهي تخض شويه وانا مخضوضه من الناس اللي يعني، يا رب اطلع عن حسن ظنكم وقد ثقتكم فيا. بس انا مخضوضه، يعني حب الناس الحمد لله حاجه حلوه، بس تخض برضه. يا رب دايما كده اكون عند حسن ظنكم واقدر قد المسؤوليه اللي انتوا مكلفيني بيها، ان انا اطلع بشكل محترم، بمحتوى محترم، بحاجه تستفادوا منها وتبقى في ميزان حسناتي بعد ما امشي. أم، انا هبقى مديرة نفسي، انا رئيس جمهورية نفسي، ومحدش هيتحكم فيا ولا يزعق فيا تاني. قولوا لي بقى في التعليقات مين فيكم مر بتجربة شبه دي، وايه اللي حصل، واخدتوا قرار ازاي. انا خدت قرار معاكم على اللايف في اليوتيوب، مش راح يعني مش راح خلاص. وحكيت حتى ايه اللي بيحصل، والناس طبعا ايدتني في ان انا كان مش هينفع اروح تاني. لو عجبتكم الحلقة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك، اشتراك، كومنتات كتير عشان انا بحب الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.